انتشرت الأصنام في مكة وفي العرب وأحيائها. كان هناك رجل اسمه إساف وامرأة اسمها نائلة من قبيلة جرهم، فعل الفاحشة في جوف الكعبة، فمسخهما الرب عز وجل حجرين، فجعلت قريش لها صنمين يعبدانهما من دون الله عز وجل، عبدا مع أن الله عز وجل عذبهما. انتشرت الأصنام في كل دار من دور العرب، حتى أن الواحد منهم كان يتمسح بالأصنام قبل أن يسافر أي سفر، وإذا عاد من سفره بدأ بالأصنام يتمسح بها، يطوفون حولها، يستغيثون بها، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تعبد من دون الله عز وجل. وكان أحدهم ربما صنع الصنم من تمر فيأخذه معه في السفر، فإذا جاع أكله، يأكل إلهه الذي يعبده. أصنام لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، تعبد من دون الله جل وعلا. وكان أهل قريش يأتون بالذبائح والقرابين يذبحونها عند هذه الأصنام، يذبحونها يتقربون بها إلى هذه الأصنام، ذبائح تذبح لغير الله عز وجل. وكانوا لجهلهم يذبحون الذبائح، يقولون هذه لله كما يزعمون، وهذه لأصنامنا وآلهتنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وقالوا هذه لله بزعمهم وهذه لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هكذا كانوا يصنعون كفار قريش، بل العرب بدأت تكثر من صناعة وعبادة الأصنام، بل وجعلوا لهم بيوتا طواغيت يطاف حولها غير الكعبة. فهذه اللات عبدتها ثقيف وجعلت عليها السدنة والحجاب، تقرب إليها القرابين وتزار وتشد إليها الرحال. اللات في ثقيف، ومنات عند الأوس والخزرج في يثرب، وكذلك العزى في منطقة تسمى نخلة، هذه التي حكى الله عنها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سموها بأسماء وعبدوها من دون الله جل وعلا. هكذا انتشر الشرك، والشيطان يؤزهم أزا، فالشيطان أغلى غاية عنده أن ينشر الشرك في الأرض. الذبح لغير الله، دعاء غير الله، الطواف بغير الكعبة، العبادة لغير الله، السجود لغير الله، والركوع لغير الله جل وعلا، هذه انتشرت في مكة وما حولها من البلاد. وإذا بالشيطان يعشعش في بيوتهم وفي أسواقهم وفي نواديهم. بل كان كفار قريش يتشاءمون، فإذا أرادوا أن يسافروا سفرا طيروا طائرا ينظرون أين يطير، إلى اليمين أم إلى الشمال، فإذا كان إلى اليمين سلكوا هذا الطريق، وإذا كان إلى الشمال لم يسلكوا هذا الطريق. يتشاءمون حتى من الأسماء، حتى من الأصوات، حتى من الأيام، حتى من كل شيء انتشر بينهم التشاؤم. كثر العرافون، كثر السحرة والكهنة والمنجمون بينهم، لأنهم على غير هدي وعلى غير صراط. بل وصل الأمر في كفار قريش أنهم إذا نزلوا بواد من الوديان كانوا يستعيذون بالجن والشياطين، بسيد هذا الوادي من الجن من الشياطين. فإذا نزلوا في واد يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر هذا الوادي ومن شر الشياطين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عبدوا الأصنام، عبدوا الطواغيت، عبدوا الشياطين، ذبحوا لغير الله، استعاذوا بغير الله، استعانوا بغير الله،
دعوا غير الله عز وجل. كل مظهر من مظاهر الشرك كان منتشرا في مكة وما حولها. هذه بعض أحوالهم.